أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من بودكاست Business Development Voice. معاكم روبير مسعد Business Developer and Podcaster. ضيفي النهاردة شاب صغير في السن اتعرفت عليه في مؤتمر لريادة الأعمال، وده كان من الناس القليلة قوي اللي طلعت بيهم من اليوم ده. اتعرفت على شخص مكافح ومجتهد وبيحب الخير لغيره. ضيفي النهاردة هو سيف المصري. ازيك يا سيف؟ الحمد لله يا روير، واسمح لي اشكرك على الانترو الجميله اللي انت قدمتني بيها دي. بصراحه اجمل واكتر من رائعه بصراحه. على ايه بس؟ دي اقل حاجه ممكن اقدمها لك. ربنا يخليك. انا بشكرك ان انت قبلت ان انت تكون ضيفي في الحلقه الرابعه من البودكاست. ده شرف ليا. انا هسيب لك المايك، عايزك تعرف اللي بيسمعونا حاليا مين سيف بيعمل ايه، وبعد كده نبدا المناقشه بتاعتنا. يلا بينا. طيب انا سيف المصري للناس اللي اول مره تسمعني. يعني انا حاليا بشتغل بزنس ديفلوبمنت، مش بزنس ديفلوبمنت قوي، يعني هي اسمها تيريتوري سيلز اكزيكتيف. انا اكشولي الشغلانه دي دورها ان احنا مسؤولين عن فيندر اكوزيشن او التعاقدات مع المطاعم او الفندرز في شركه المنيوز. هي تعتبر the fastest growing food platform في مصر دلوقتي، او الشركه الاسرع نموا في مصر في مجال الفود اند بافرج او الاكل بشكل عام، يعني الاونلاين فود اوردرنج. عندي 20 سنه وبدرس في نفس الوقت في سنه رابعه في تجاره انجلش جامعه حلوان وقسم اقتصاد. ده سريعا كده انا مين يعني. حلو جدا. ممكن تعيد لي يا سيف ايه الجوب تايتل بتاعك حاليا؟ تريتوري سيلز اكزيكتيف. حلو. ليه اخترت الجوب تايتل ده بالذات؟ اوكي طيب، هو الموضوع الاول جاي في حته مختلفه شويه. خليني اشرحها لك برضو اكتر. انا اعتقد دي اول مره نتكلم فيها حتى بيرسونالي بعيدا عن البودكاست وكده. ده حقيقي. انا اصلا كنت شغال في شركه اكلني. كنت شغال حاجه اسمها كوربريت اكوزيشن سبيشالست. كوربريت اكوزيشن سبيشالست كان شغلي فيها بشكل بسيط كده. يعني كنت مسؤول عن ان انا اكواير كومبانيز او شركات، بجيب شركات بتعاقد معاهم وان هم في شكل كوربريت او بنفيتس موديل يعني او بارتنرشيب. كل الامبلويز اللي في الشركه دي بيستخدموا ابلكيشن اكلني از فود بارتنر، او زي ان هو ابلكيشن بيطلبوا منه اكل كل يوم اونلاين اوردرينج. يعني كانت شركه اكلني، ويعني عملت اتشيفمنتس فيه حلوه جدا. عملت بارتنرشيبس مع شركات كبيره، منها حاجات كلوزد مثلا زي سويفل، كانت واحده من الدينز الكبيره جدا ليا هناك، وكانت برقم كبير. رقم كان تقريبا 125,000 126,000 جنيه اللي هم استخدموه ساعتها ككريدت. كان كتوتال جي ام في كان كبير. فبعد كده قعدت مع حد صدفه في الجريك كامبس، وقعدنا مع بعض وبتاع. هو كان بيشتغل في المينيوز ساعتها وقال لي انت بتعمل ايه بقى؟ فاكرني قعدنا اتكلمنا شويه مع بعض وقال لي احكي لي بتعمل ايه في اكني. فقعدت قلت والله انا عملت كذا كذا كذا، وعملت بارتنرشيب مع سويفل، وعملت كذا وجي ام في كذا، واتكلمت بالتفاصيل دي. فقال لي طيب انت مش بتفكر تمشي من اكني تروح حاجه اكبر مثلا؟ انا شايف ان انت يعني الكلام ده الاكسبيرينس دي ممكن تخليك في حته كويسه. فقلت له والله انا عايز اكمل دلوقتي في اكني شويه، عايز اعمل حاجه، لسه شايف ان انا ما جبتش اخر الحته اللي انا فيها. فقال لي تمام، وروحنا وانا روحت وخلاص. وتاني يوم الدنيا لطيفه جدا، لقيت تليفوني بيرن. نفس الشخص ده اللي انا كانت اول مره اتعرف عليه امبارح او قبلها، يعني اليوم اللي قبلها، واتصل بيا قال له يا سيف عامل ايه؟ ازيك؟ كله تمام. ازيك يا جورج؟ كان اسمه جورج اشرف. فقال لي الحمد لله يا سيف، عندك انترفيو بكره مع محمد نصار، هيد اوف اكوزيشن ساعتها في المينيوز. انا اتخضيت، يعني انا لوهله كده اللي هو ايه يا جدعان. انا يعني جورج انا مش مصدق نفسي كده برضو، اللي هو خطوه كبيره قوي، شركه كبيره جدا، تقييمها في السوق كبير قوي، اكبر اضعاف من اكلني او الشركه اللي انا جاي منها. وفي نفس الوقت انا ما كنتش متوقعها. عارف لما تجي لك حاجه كده مره واحده انت مش متوقع، ما عندكش اي اكسبكتيشنز. ولكن قلت له الكلام ده، قال لي لا ما تقلقش، احنا هندردش بس، احنا هنقعد نتكلم مع بعض. هو عايز يسمع انت بتعمل ايه في المنيوز وفي اكلني وندردش مع بعض شويه. فقلت له تمام. رحت فعلا الانترفيو ده، لقيت نفسي قاعد مع ناس كبيره جدا، بزنس ديفلوبمنت دايركتور، كوميرشال دايركتور، هيد اوف برودكت مانجرز، وهيد اوف بروجكتس، ناس كبيره قوي يعني. وهي بقى بتعمل ايه يا سيف؟ وقعدت والله انا عملت كذا 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 كذا، وشرحت بقى ان ديتيلز. خلصت الميتنج لقيت مستر محمد نصار بقى، طب سيف احنا عايزينك معانا في المنيوز از تيريتوري سيلز اكزيكتيف. انت هتبتدي الاول ان احنا عايزين نعمل نفس الموديل اللي انت بتعمله في اكلني ده، بس نعمله في المنيوز بالسكيل بتاع المنيوز الاكبر من اكلني. عايزين نعمله بسكيل كبير، عايزين نعمل الكوربريت موديل ده عندنا في المنيوز، نقدم حاجه للشركات. ف وافقت على الجوب اوفر بعدها. كان بالنسبه لي فرصه كبيره جدا. وابتديت بقى شغل في المنيوز. كان المفروض ان اشتغل كوربريتس، اللي هي جزء الكوربريت اكوزيشن دي كان جزء من البيزنس ديفلوبمنت سنه،
بس بعدها حصل شويه ظروف كده وبدانا نروح في حته فيندر اكوزيشن اللي انا فيها دلوقتي. ده سريعا كده. حلو جدا. بص يا سيف، البودكاست ده معمول عشان نعرف الناس بايه هو البيزنس ديفلوبمنت. فهسألك سؤال هنا قبل ما هخليك تقول لنا ايه البيزنس ديفلوبمنت من وجهة نظرك طبعا، بما انك اشتغلت مع ناس في خبرات كبيرة، وانك مع ان سنك صغير الا انك حققت خطوات كبيرة في ناس اكبر منك لسه محققهاش لغاية النهاردة. الحمد لله. فهل الشغلانة اللي انت شغالها حاليا دي تندرج تحت ديبارتمنت السيلز ولا البيزنس ديفلوبمنت ولا الماركتينج؟ وهل انت بتشتغل مع بيزنس ديفلوبر في شركتك حاليا او اشتغلت معاهم قبل كده؟ طيب اوكي، خليني برضو هقول جزء كده من وجهه نظري الاول. بما ان مفيش اي حاجه مرجع كاكاديميك للبيزنس ديفلوبمنت نقدر نرجع له، فهنقول ان هي كلها تقريبا اجتهادات. احنا بنجتهد وبنشوف الناس اللي زينا في الشركات الكوربريتس الكبيره اللي بره مصر دورهم ايه، ونحاول بناء على ده نقدر نقول ايه تعريف او ايه يعني ساينتفك تيرم بتاع البيزنس ديفلوبمنت بالنسبه لنا. فبالنسبه لي انا شايف ان البيزنس ديفلوبمنت هو زي ما نقول كده مرحله ادفانسد شويه من السيلز. يعني هو الشاطر قوي في السيلز اللي بيحب شغله بجد، اللي مهتم وعارف هو ايه اللي ورا السيلز دي من بروسيس، واحنا بنبيع ليه، وايه الاستاتستكس والانفو اللي وراها. ده اللي يستاهل، او ده اللي نقدر نقول عليه ده بيزنس ديفلوبر. ده راجل بيطور البيزنس بتاعه، ده راجل عنده نظره اعمق من مجرد ان هو بياتشيف سيلز تارجت او ان هو بيبيع عدد معين من البيعات في برودكت معين وخلاص. لا، البيزنس ديفلوبر ده انا شايفه ده راجل هو عارف هو بيبيع ليه، عشان في استراتيجيك بلان جايه من هاي مانجمنت من سي ليفل. هو عارف ان احنا عندنا مثلا عندنا برسنتج معينه في حاجه معينه عايزين نوصل لها عشان برودكت معين بنديفلوبه وبنعمل فيه حاجه معينه. فهو مش راجل نازل يبيع وياخد مرتبه اخر الشهر. البيزنس ديفلوبر ده حاجه ادفانسد شويه. قول انت كنت عايز تقول حاجه. حلو جدا. طيب هاخد من كلامك هنا السؤال الاكثر شيوعا، هو ايه الفرق بين البيزنس ديفلوبمنت والسيلز او تطوير الاعمال والمبيعات؟ اوكي. طيب السيلز بمنتهى البساطه جدا كده، احنا بنقول ان في برودكت موجود اتعمل له اويرنس في الماركت، الناس عارفاه، في ناس محتاجاه، والسيلز ده دوره ان هو يوصل البرودكت بتاعك ده للناس اللي محتاجاه، ويديهم بقى اويرنس، يعرفهم ايه الحاجات اللي هم محتاجينها في البرودكت ده، ويسهلهم شويه البروسيس بتاعه السلكشن للبرودكت بتاعك عن البرودكت بتاع الكومبيتيتور. ده سيلز، ده الف ب سيلز. بيعمل ايه؟ هو بينفلونس قرار بتاع حد معين هو يشتري منك مثلا، مش من الكومبيتيتور بتاعك. ده سيلز. طيب ايه البيزنس ديفلوبمنت؟ هو خلينا نقول فريم اوسع شويه من السيلز، ان انت مش بس بتبيع، انت بتبقى عارف انت ايه البيزنس بتاعك، ايه الموديل بتاعه، ايه الموديل بتاع البيزنس، هو عايز يوصل ايه الجول او ايه الاتشيفمنت الكبيره اللي حتى كمانجمنت حابين نوصل لها، زي مثلا عايزين اكسباند في مصر كلها مش بس القاهره. طيب فالبروسيس دي تيجي ازاي؟ تيجي ان احنا نخلص الماركت بتاع مصر، نجيب الماكسيمم ماركت شير اللي نقدر نجيبه من الماركت ده، ونبدا نكسباند في حتت ثانيه. لو انا بزنس ديفلوبمنت فانا دوري ان ابقى فاهم دي كويس، وابقى عارف ان انا ببيع عشان اوصل لجول معين، عشان بعديه انا هعمل حاجه ثانيه هتimplement وهتديفلوب في البيزنس اللي انا موجود فيه، سواء بقى من نمبر اوف كاستمرز، سواء بقى من نمبر اوف جي ام بي كتوتال رقم مبيعات في الاخر، سواء من نمبر اوف بارتنرز وناس شركاء معاك في البيزنس ده. انت دورك ان انت تشوف البيزنس ده يكبر ازاي. والله هيكبر بسيلز دلوقتي، تمام. ممكن فتره تقول لا والله مش هيكبر بسيلز، هو هيكبر بورد اوف ماوث. انا شايف السمعه بتاعتي دلوقتي مش احسن حاجه في السوق، فانا محتاج ان انا اخليها كويس. فده دورك كبزنس ديفلوبر. انت جزء من ديفلوبمنت البيزنس ده هو الورد اوف ماوث بتاعته بره في الماركت عامله ازاي، الناس بتتكلم عليه ازاي. ده ببساطه يعني. حلو جدا. طيب انت اشتغلت مع بيزنس ديفلوبر قبل كده كتير، مظبوط؟ مظبوط. طيب ايه الصفات اللي انت شايفها لازم تكون متواجده في الشخص اللي عايز يخش في الكارير ده او يكون مطور اعمال؟ اوكي. طيب انا شايف ان اللي محتاج يكون الحاجات الاساسيه اللي محتاجين نكون تبقى موجوده في بزنس ديفلوبمنت مانجر بقى، او حد بيليد تيم المفروض ان هو ينقل له الاكسبيرينس دي، ان هو يكون حد عنده الوايد انجل اوف فيو. يعني هو ما يبقاش حد بيبص على الحاجه بشكل تو ذا بوينت وصغير قوي، لا هو محتاج ان هو يبقى عنده الفيو الواسع الوايدر، ان الاستراتيجي رايحه فين، ان احنا محتاجين كشركه مش كسيلز نبيع برقم كام عشان نبقى جبنا تارجت وخلاص. لا، احنا كشركه حابين مثلا 100 بارتنر يبقى موجودين معانا الكيو ده الكوارتر ده، عشان محتاجين نزود شويه الكاستمرز اللي احنا بنعملهم اكواير، او احنا محتاجين نقدم بنفيتس اكتر للكاستمرز بتوعنا.
ايا كانت، بس هو انا شايف ان هو المفروض يكون عنده نظره وايدر شويه او اوسع شويه، نظره كبيره. شايف ان هو المفروض يكون عنده شويه باك جراوندز عن الاستراتيجيك بلاننج، ان هو يكون حد بيعرف يعمل بلاننج كويس. لان انت مش دايما بتلاقي الدنيا ماشيه زي ما انت مخطط لها. بتلاقي انت ساعات هو في حاجه حصلت دلوقتي وي هاف تو ديل وذ ات، لازم نتعامل معاها ولازم ندي ديسيجن دلوقتي، لازم يكون ديسيجن ميكر، دي حاجه مهمه جدا. وطبعا بقى كمانجر بدون اي خلاف لازم يكون عنده كوميونيكيشن سكيلز عاليه جدا، لازم يكون عنده حد بريزنتبل يقدر يبريزنت البيزنس ده للبارتنرز اند سو اون. حلو جدا. سيف، ممكن تشاركنا بحاجه انت اتعلمتها من خلال تعاملك مع بزنس ديفلوبرز كتير في خلال الفتره اللي فاتت في شغلك؟ اوكي، انا يعني بالفتره اللي فاتت انا لاحظت ان في ناس كتير قوي كانت انترستد بالمجال ده، وكانت حابه ان هي تجوين فيه. على القبيل الناحيه الثانيه، القبيل الاخر، يعني ان ما كانش في ناس كتير تالنتس يعني موهوبه في الحته دي تقدر تنقل ده بشكل واسع. فانا شايف ان احنا ستيل محتاجين يبقى في حته زي ايه، حتت مثلا تقدر تتعلم فيها بزنس ديفلوبمنت بشكل يعني انت واثق فيه، شكل مكان موثوق فيه، مش بس حد بينقل الاكسبيرينس هو جربها يومين في شغله بشكل طبيعي وبينقلها لك. لا، انا شايف انه احنا محتاجين الاول يبقى فيه الموضوع ده بيدرس الاول بشكل طبيعي، زي الماركتنج، زي ما الناس بتدرس بزنس ادمنستريشن، زي ما الناس بتدرس اكاونتنج. يبقى في جزء كده بزنس ديفلوبمنت او كوميرشال، ممكن نسميه كوميرشال، لان هو يعني الكوميرشال برضه هو بقى ايه الادفانسد اكتر من البيزنس ديفلوبمنت. يعني انت كسيلز بعد كده تطورت شويه وبدات تاخد فيو اوسع شويه بزنس ديفلوبر، بعدين انت راجل كوميرشال، انت كل ما هو له علاقه بالبيزنس من الناحيه الكوميرشال انت مسؤول عنها. فانا شايف محتاجين ده يكون بيتدرس بشكل اوفيشال وبشكل موثوق فيه وبشكل صح، يتعمل له ريفرنسز بشكل كافي. وبس ده مين يعني الناس تتعلمه وتقدر تبراكتس ده بعد كده. الناس في الفتره الاخيره كان ليها انترست كتير في الموضوع ده، ودي حاجه انا مبسوط بيها. اي هوب سو ان في المستقبل الديماند القوي على البيزنس ديفلوبمنت ده حتى كتالنت او كجوب رول الناس بتدور عليها يخلق فرص للناس تتعلمه صح. حلو جدا. انا اتمنى ان الكلام اللي انت لسه قايله ده يتحقق فعلا، وان البودكاست ده يكون بدايه كويسه لاي حد مهتم اللي هو يتعرف اكتر على المجال تطوير الاعمال او كمطور اعمال. لكن تعالى نسال سؤال نقدر نقول صعباني شويه. يلا بينا. كل بزنس ديفلوبر ممكن يكون اونر لبزنس في يوم من الايام، ولا اوريدي كل اونر او كل اونر لكل بزنس هو بزنس ديفلوبر بالفطره؟ تتفق او تختلف مع هذه الجمله؟ طيب انا ما اقدرش اتفق معاها كليا بصراحه عشان اكون امين معاك، لان ان انت تكون بزنس اونر هي ليها ريكوايرمنتس ممكن نقول هتكتسبها مع الوقت. بس ستيل في البدايه لو انت لسه بتاخد الستيب، لو انت بزنس ديفلوبر وهل انا جاهز كده دلوقتي ان انا افتح بزنس او بزنس يعني ليدر بقى، وان انا الونش ستارت اب او حاجه زي كده، لا طبعا انا شايف ان هي مش كفايه. ليه؟ لان انت كسي اي او بقى او كراجل بتمانج تيم كبير او بتمانج شركه، انت محتاج يكون عندك حاجات يعني مختلفه تماما عن السكيلز الاساسيه اللي بتبقى موجوده عند البيزنس ديفلوبر. زي ايه؟ الراجل اللي موجود فوق اللي بيمانج التيم ده، على سبيل المثال مثلا في البدايه محتاج ان هو يكون عنده نتوركس كويسه جدا، لان هو عنده تيمز كتير وهيحتاج يسبورت الناس دي بنتورك بره الشركه، يقدر ان هو يتكلم باسم الشركه دي في الاول. طيب محتاج يكون عنده ديفرنت باك جراوندز من حتت مختلفه. يعني انت ما ينفعش كراجل انت بزنس اونر هتمانج ناس في فاينانس، هتمانج ناس في جروث، هتمانج ناس في برودكت مانجمنت، فما ينفعش ان انت يكون ما عندكش اتليست باك جراوند صغيره عن كل حته من دول عشان تعرف الناس دي شغاله صح، عشان تعرف تسات ليهم تارجتس، عشان تعرف تشوف الكي بيرفورمانس انديكيتورز بتاعتهم ماشيه، البرفورمانس بتاعهم ماشي ازاي. فانا شايف ان هي محتاجه اكسبيرينس. انا لسه كنت بتكلم معاك في الموضوع ده لو تفتكر، شايف ان الواحد لازم قبل ما يبتدي حاجه تكون خاصه بيه هو كبزنس لازم ان هو ياخد اكسبيرينس في ديفرنت فيلدز، ولازم يجرب في كذا حاجه الاول قبل ما يبتدي بتاعته. متفق معاك جدا. طيب، هل ممكن نقدر نقول ان البيزنس ديفلوبر بيكون مناسب للستارت ابس او شركات الناشئه اكتر من البيج كومبانيز او الشركات الكبيره، ولا هو مناسب للاثنين؟ وامتى اعرف انا كستارت اب او كشركه كبيره ان انا محتاج بيزنس ديفلوبر؟ اوكي،
طيب انا شايف ان كبزنس ديفلوبمنت كجوب رول هي مهمه في اي انتيتي بشكل عام هدفها الجروث. يعني ايه؟ يعني الكلام ده ابليكابل على ستارت اب جدا جدا 100%. طيب الكلام ده ابليكابل على كوربريت؟ ابليكابل برضه. طيب هل الكلام ده ابليكابل على ان جي او؟ ابليكابل. ابليكابل ايفن على حاجات ما نقدرش نقول عليها ستارت اب او كوربريت، هي بزنس عادي، هي مكان بيدخل لك يعني سورت اوف انكم او دخل معين وانت محتاج تطوره. لو مطعم محتاج في الكونسبت، مش هنقول بقى ان انت توظف بزنس ديفلوبر بس، الكونسبت بتاع الديفلوبمنت للبيزنس بتاعك انت محتاجه واتس ايفر انت بتشتغل ايه او فين او ايه البيزنس ده محتاجه 100%. طيب نقدر نقول بعد كده يعني قول لي تاني برضو كان غير كده ان كان ايه السؤال؟ اللي هو هل البيزنس ديفلوبر بيكون مناسب للستارت اب اكتر ولا مناسب للبيج كومباني اكتر؟ ماشي، وازاي ده اقدر الجزء الاول اعرف احنا جاوبناه، الجزء بالظبط، الثاني يعني وازاي اعرف ان كنت انا كاونر لستارت اب او فاوندر، اوكي. ده سواء لستارت اب او بيج كومباني، اللي انا ده الوقت اللي انا محتاج فيه بيزنس ديفلوبر. طيب احنا يعني فور شور البيزنس ديفلوبر دوره اساسي وموجود ستارتنج في البيزنس من اول ما انت خلاص عملت الام في بي وعملت فاليديشن للبرودكت ده بتاع تمام الناس محتاجاه. since this point انت محتاج بزنس ديفلوبر عشان يقدر يبتدي معاك يقول لك ايه البوتنشال اوبورتيونيتيز اللي موجوده اللي تقدر تخش فيها اللي هي فيها فرص كويسه للبيزنس بتاعك. انت 100% محتاجه في النقطه دي، ده لو ستارت اب. طيب لو شركه انت محتاج البيزنس ديفلوبر عشان ان هو يخلي الريبيوتيشن بتاعك في الماركت موجود كويس، لان انت كل يوم بيظهر كومبيتيتورز، كل يوم بيظهر ناس بتقدم حاجه شبه اللي انت بتقدمها. احنا في عصر الستارت ابس، عصر الشركات، وعصر اللي كل يوم في حد بيطلع بيقول ستوري. فانت لازم يكون كل يوم الستوري بتاعتك ابديتد بالماركت، وكل يوم الستوري بتاعتك ابديتد بالاوبورتيونيتيز الموجوده. وده هيكون بمنتهى البساطه شغل البيزنس ديفلوبر ان هو يقول لك where are you from the market، انت فين من السوق. حلو جدا. ليه في مصر بيبقى فيه مشكله ان البيزنس ديفلوبر هو السيلز؟ هل الغلط من هنا ان البيزنس ديفلوبر بيبقوا عارفين اللي هم الجوب ديسكريبشن اللي هم مقدمين عليه ده سيلز وبيردوا بالوظيفه دي تحت مسمى البيزنس ديفلوبر، ولا العيب على الاتش ار او الشخص اللي بيهاير اللي هو بيكتب الجوب ديسكريبشن بتاع السيلز كانه بزنس ديفلوبر؟ اوكي. طيب هقول لك على حاجه مبدئيا، احنا اللي حصل ايه في الفتره الاخيره ان الرول بتاعت البيزنس ديفلوبمنت هي كحاجه جديده، هي كاتشي قوي للناس. الناس كانت بالنسبه لهم دي رول جديده، دي في ناس كتير قوي بتتكلم عنها، دي حتى في ايفنتس، يعني لو الايفنتس اللي هي بتدي اويرنس عن المجالات الموضوع بالنسبه لهم كاتشي جدا. فبدا الشباب اول حاجه ايه ده، يعني ايه بيزنس ديفلوبمنت، طب يلا نروح نجرب. فبرضه ما اقدرش الوم على الاتش ار قوي او البيبل كلتشر دايركتور اللي موجود في اي شركه موجوده. ليه؟ لان هو في الاخر هو محتاج يوظف ناس تقوم بجوب رول معين، فهو بيدور على تالنتس. فلو هو بيدور على بزنس ديفلوبر انا شايف انه لا، السيلز احنا اتكلمنا في النقطه دي اوريدي، والسيلز مختلف عن البيزنس ديفلوبر. لكن انت كبزنس ديفلوبر مش المفروض، انت المفروض ان انت الجزء هنا يرجع لمين؟ يرجع لان احنا محتاجين حته يكون فيها اويرنس للبيزنس ديفلوبرز. والله انت شغلك كذا كذا كذا، انت مش راجل بتاخد تارجت تبيع كذا ويتباع، ده مش بيزنس ديفلوبر، ده سيلز. او يعني برضه عشان اكون امين، انا شغلي دلوقتي ايه؟ شغلي مش بيزنس ديفلوبر، انا نقدر نقول انا فيندر اكوزيشن، انا بعمل استحواذ، انا بعمل بارتنرشيبس مع فيندرز. فده يعني بيلينك شويه في حتت معينه مع البيزنس ديفلوبمنت، ولكن ما اقدرش اقول ان انا بيزنس ديفلوبر بحت يعني. طيب الناس محتاجه تعرف ده، تقدر بقى تفولو الناس الاكسبرتس في الحته دي. يعني انت برضو لما اتكلمت معاك قلت لي ان انت كنت اول اتعلمت المجال ده من مين؟ من ناس في الحتت دي، ايفن من بره مصر، كان اسمه اوليفر تقريبا، صح؟ مظبوط كده؟ مظبوط كده. فانت تبتدي تشوف ريفرنسز ليك، تعرف ايه هي كونتنت البيزنس ديفلوبمنت. ولو انت لسه في الاول بتتعلم مفيش مشكله ان انت تقبل برول مش بيزنس ديفلوبمنت بحت، طالما هتلينك معاك في حته وهتعلمك حته من دور البيزنس ديفلوبمنت خلاص. طالما انت حابب الفيل ده جوه هاد، وربنا يوفقك وان شاء الله تقدر توصل له يعني. طيب تحب تنصح لكل حد بيسمعنا وبيواجه مشكله ان كان بيعملها بوعي او بدون وعي، اللي هي انا دلوقتي شغال سيلز بس الناس مش بتحب انها تسمع ان في حد سيلز جاي يقابلها، فهل لو انا شغال سيلز وبقول للناس اللي انا شغال بزنس ديفلوبمنت او بزنس ديفلوبر اوكي. تنصحهم بايه؟ هل ده صح وهل المفروض اكمل كده، ولا هل المفروض اللي انا في حل تاني اقدر اعمله؟ اوكي. طيب انا في كام نقطه، يعني برضو انا حاولت مؤخرا ان انا ابتدي اذاكر موضوع السيلز ده لان انا بقيت بتسال فيه كتير.
عشان طبيعه شغلي وطبيعه ايفنتس انا بروح بتسال فيه. فحاولت ان انا الفتره الاخيره دي اذاكر شويه اكتر بقى عن السيلز. طب تعالى ناخده اكاديميك عشان لما اتكلم اعرف اقول صح. فمن ده ظهر الكونسبت بتاع ان السيلز ده هو مش شخص بيبيع وخلاص. يعني انت كشركه كبزنس اونر، خلينا مثلا ناخدها على سيدي بلاش، انا لو سيف كمثلا، لو عندي حد سيلز وعندي شركه وما عنديش باك جراوند عن البيزنس والانتربرينور شيب ورياده الاعمال والاداره والكلام ده، انا بالنسبه لي السيلز ده المفروض يبيع. ماليش دعوه بقى يبيع لمين، ماليش دعوه يبيع يعني يعني فين هو يبيع البرودكت اللي انا بعمله. بس اكشولي ده مش صح. ليه بقى؟ لان السيلز مش المفروض ان هو يبيع حاجه لحد مش محتاجها. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انا معايا تليفون وانت وعايز ابيعه لك، لو انت مش محتاجه ومعاك اوريدي 3 تليفونات، مش المفروض ابيع لك حاجه مش محتاجها. انت واحد اقرع، مش هاجي ابيع لك فرشه او مش حاجه سهله شعرك الا لو هتستخدمها لحد تاني. لكن كونسبت انك تبيع حاجه لحد مش محتاجها ده غلط. وده جه منين؟ جه من الناس البيزنس اونرز اللي ما عندهمش اويرنس بتكنيكاليتيز جوه البيزنس اللي هم بيمشوها. نرجع للبوينت اللي كنا لسه بنتكلم فيها من شويه. فايه الحل في نقطه زي دي؟ اويرنس بحت. انت كسيلز تبقى عارف ان انت بدورك، احنا كل الناس اللي في الشركه هي بتديفلوب البيزنس بطريقه او باخرى، سواء انت بقى جروث، سواء انت بزنس ديفلوبمنت، سواء انت اكونت مانجمنت، ايا كان انت شغلك ايه، انت بتساهم بشكل او باخر في ان البيزنس ده يكبر وان هو يحصل له ديفلوبمنت. لكن كدورك كسيلز، الناس ما بتحبش شويه. يعني سيلز هي كشغلانه من اسوأ الشغلانات اللي ليها ريبيوتيشن عند الناس. يعني عملوا سيرفي من فتره، مين اكتر الجوب رولز اللي انت ما بتردش على تليفوناتها او الناس اللي بتشوفها ما تبقاش هتبقى قلقان خايف تتكلم معاها، كان السيلز هو نمبر 1. فيعني انا شايف احنا علينا دور في الحته دي، نبتدي بس ندرس منتاليتي او طريقه التفكير بتاعت ان لا، انا مش تارجت بجيبه خلاص، انا ببيع حاجه للشخص اللي محتاجها. لو انا ما قدرتش اوصل للشخص اللي محتاجها يبقى انا بدور غلط او باسلوب غلط او في الحته الغلط. ومحتاج افتح بايب لاين اكبر. محتاج لو انا بريتش اوت ل 200 لقيت منهم واحد اللي محتاج البرودكت بتاعي، فيا اما انا بدور في تارجت اودينس غلط، يا اما انا البرودكت بتاعي اصلا اتحط المشكله مش كبيره قوي زي ما انا متخيل. حلو جدا. هل البيزنس ديفلوبر الريزلت اللي بيحققها نقدر نقيسها على الشورت تيرم ولا على اللونج تيرم؟ وهل لو كانت اجابتك هي اللونج تيرم، هل البيزنس اونر او الفاوندر هيسمح ان هو يستنى وقت يكاد يكون سنه او اكتر عشان يشوف النتائج بتاعت البيزنس ديفلوبر واللي ممكن ما يحققهاش؟ اوكي. طيب انا شايف بشكل مين يعني تو ذا بوينت ان الامباكت بتاع البيزنس ديفلوبمنت كده كده اتليست بيحتاج له فتره. خلينا نقول كيو او 2 كيوز مثلا، على يعني بحد ادنى. يعني انت عشان تشوف امباكت بتاع اكونت كبير دخل الشركه بتاعتك او بارتنرشيب كبيره حصلت، انت مش ما تتخيلش انت هتشوف امباكت تاني يوم عشان ده مش موجود في الدنيا. ولكن تقدر تصدق ب... يعني انديكيتورز بقى. انت في مثلا حد سيلز مانجر، مش لازم لو انت سي او، المفروض انت بتكوميونيكيت مع السيلز مانجر او الكوميرشال دايركتور او الحد اللي هو همزه الوصل بينك وبين التيم اللي بيشتغل بايده بقى بينزل يأكواير في الشارع. فانا شايف انه في انديكيتورز، والله احنا عارفين ان الديل اللي اتعمل ده في على اللونج تيرم اكسبكتد يجي منه كذا، فانا اقدر اكسبكت. لكن 100% الراجل ده شغال كويس والامباكت بتاعه هيظهر على الشورت تيرم صعب بصراحه. بس انا لازم يكون عندي اكسبكتيشن، وده دوري كبزنس اونر، وده دوري كسيلز مانجر، وده دوري ايفن كسيلز مان، كحد بيبيع. انا المفروض ابقى عارف انا اللي انا بعمله ده الامباكت بتاعه على الشورت تيرم ولا على اللونج تيرم. ولو انا فعلا عندي المايند سيت دي كسيلز مان ان انا بفكر الامباكت مش بس اتشيف تارجت، يبقى انا هنا ساعتها بقيت بزنس ديفلوبر فعلا، مش مجرد حد بيبيع سيلز. حلو جدا. احنا كده خلصنا الفقره الاولى، هنخش على الفقره الثانيه وهي عباره عن اسم في معنى. يعني ايه الكلام ده المفاجاه بقى. بالظبط؟ انا ما قلتلكش احنا هنعمل ايه في الفقره دي علشان انا عايزها تبقى تطلع بشكل عفوي. اوكي. انا هقول لك اسم شخص معروف او مشهور وعايزك تقول لي بالنسبه لسيف ده بالنسبه لك ايه، بس توصفه في كلمه واحده مش اوكي اكتر. تعال نحاول، يلا بينا. ايلون ماسك. فايتر. اوكي. نجيب ساويرس. انفستر. اوكي. محمد حسام خضر. طب هو ده حبيبي، يعني احمد حسام خضر ده حبيبي طبعا، بس اقدر اقول عليه يعني معلم، انا اتعلمت منه كتير. حلو. نديم بركات.
انا عارف ان انت بتحبه جدا. اكسبرت ومنتور، ويعني اكسبرت ومنتور طبعا قبل اي حاجه. جميل جدا. نخش على الفقره الثالثه وهي فقره النصايح. اوكي هنمسك كل فئه، يعني ممكن نقدم لهم نصيحه من وجهه نظرك كسيف ومن خلال خبرتك. تمام. اول نصيحه هي الطلاب تنصحهم بايه دلوقتي، خصوصا الطلاب اللي عايزين يبداوا ستارت اب وهم لسه ما خلصوش جامعه؟ تنصحهم بايه؟ جميل. طيب بالنسبه للطلاب برضو، يعني انا احب اقول حاجه. لو حد في سنه مثلا في مراحل الجامعه اللي هي الاربع سنين او الخمس سنين بتوع الجامعه، انا شايف ان انت هنا مش في مرحله انك تبدا ستارت اب خالص 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 اطلاقا. انت في مرحله ان انت بتبني المايند سيت بتاعتك، بتبني مخك، بتبني طريقه تفكيرك وطريقه البيهيفير بتاعك لما تتخرج عامل ازاي. هل ده معناه ما نشتغلش ونقعد في الجامعه؟ لا، برضو مش ده اللي انا اقصده. ولكن اقصد ان دي مش المرحله اللي انت تروح تاخد فيها ريسك كبير قوي لحد انك تفتح شركه وتنفست فلوس وتنفست باور وتنفست حاجات كتير قوي. قد يكون انت لسه في وقت اصلا تعليم، انت دلوقتي في تعليم، ولكن برضه ما تسيبش نفسك في تعليم الجامعه. تعمل ايه؟ خد نوليدج، خد اكسبيرينس، اعمل نتوركس، حفرك، ما تقعدش، ما تسيبش نفسك للجامعه ده 100%. جرب، احضر ايفنتس بتدي اويرنس عن المجالات، خش على جوجل سيرش عن المجالات اللي انت بتدور عليها. لو ايفن مش عارف ايه المجالات اللي انت ممكن تبقى انترستد فيها، لو انت حد اصلا مش عارف يدخل علمي ولا ادبي بقى، ومش عارف اصلا هو بيعمل ايه هنا والكلام الجميل ده كله، تبوك بقى سيشن كوتشنج، تقعد مع حد كارير كوتش او لايف كوتش يقول لك انت الفاليوز بتاعتك ايه والكلام ده. طيب لقيت الكارير اللي انت انترستد فيه، مش لازم تكون هو ده، مش ما حدش بيلاقي برضو اللي هو عايزه في على طول يعني. بس عرفت الدايركشن فين، خلاص ابتدي ساعتها خد ورك شوب في المجال ده، حلو، ابتدي اتعلم. خلصت الانترنشيب، حسيت ان انت كويس وعايز تشتغل جنب الجامعه، اشتغل. واي توتالي ريكومند. انا النهارده يعني بشتغل بقالي اكتر من 4 سنين ولسه في رابعه جامعه. فيعني انا بشتغل من زمان، ف 100% اي دو ريكومند ان اي حد يشتغل وهو في جامعه، ولكن مش ان هو يفتح ستارت اب ويبتدي ياخد الانيشيتيف بتاعت ان هو يبيد بزنس، لانه لسه محتاج يتعلم كتير. فنصيحتي سريعا كده لاي حد طالب، اعرف بس انت عايز ايه الاول، وعلم نفسك كتير جدا. هاخد من كلامك ان في فئه من فئه الطلاب دول هيجي يرد على كلامك ويقول لك انا طب ما مارك زكربيرج عمل وهو لسه في الجامعه ومكملش تعليمه، انا ليه ما ابقاش زيه؟ مش ممكن ربنا يكرمني؟ طيب اولا ربنا هيكرمك اكيد، ده 100% ايا كان انت اشتغلت ايه، لان برضو من الحاجات اللي انا مؤمن بيها ان انت مش لازم تكون بزنس اونر عشان يبقى ربنا كرمك. الكرم والرزق ليه تعريفات كتير قوي من غير ما ندخل في تفاصيلها. بس مش لازم كل الناس، مستحيل الناس كلها تبقى بزنس اونرز، او مستحيل الناس كلها تبقى يعني بياخدوا الانشيتيف او سي او بيعملوا شركات. لا، الحياه مش هتمشي كده. في ناس ربنا كاتب لهم ان هم يبقوا دكاتره، في ناس ربنا كاتب لهم يبقوا مهندسين، في ناس ربنا كاتب لهم ان هم يشتغلوا في ترافل ايجنسيز. في حاجات كتير، وكلهم امبورتنت وكلهم لا يقلوا اهميه عن بعض. ولكن لو جينا نقيس مارك زاكربيرج او حد من الناس دي، اولا هو الانفايرمنت اللي طالع فيها مختلف عن الانفايرمنت اللي انت موجود فيها دلوقتي. ثانيا انت لو جيت تكرر تجربه مارك زاكربيرج دي 1000 مره، ممكن والنسبه كبيره جدا ولا واحد من ال1000 اللي هتقارنها معاهم يبقوا زي زاكربيرج. انت برضو يو نيفر نو، كل واحد ليه اكسبيرينس، كل واحد از ماستر بيس، ما جاش منه اتنين. انت مفيش حد هيتكرر في الدنيا دي تاني هيبقى اسمه سيف، هيتولد في حته معينه، هيعدي باكسبيرينس معينه. انا مش هيجي مني تاني. خلي عندك مايند سيت دي، ان انا كده كده مش هيجي مني تاني. ولكن انت موجود في بوزيشن دلوقتي، اكيد 100% تعليم مهم، اكيد 100% ان انت تاخد تعليم الجامعه ده، ايفن لو انت احتجت في المستقبل ماسترز او حاجه تبقى جاهز ليها، 100% مهمه. وخليك عارف ان انت كده كده ليك دور انت اتخلقت عشانه وهتعمله. ما انصحش اي حد ان هو يفكر بالمنتاليتي دي. لا، طول ما انت موجود في بوزيشن تتعلم فيه، اتعلم وخلاص تعليمك، بعد كده بفكر تاخد حاجه بقى رياديه او انتربرينوريال او كده. حلو جدا. الفئه الثانيه هي الطلاب اللي لسه متخرجين وتايهين. احنا كطلاب، انا بخلص ابتدائي عشان اخش اعدادي، بخلص اعدادي عشان اخش ثانوي، بخلص ثانوي عشان اخش جامعه. دلوقتي انا هخلص جامعه ومش عارف هعمل ايه. فلو انا ما كنتش عارف هعمل ايه، هل المفروض ايه الحاجات اللي تساعدني عشان تخليني اعرف ده؟ اوكي. طيب الدايلاما دي احنا فعلا بنقابلها كتير يا روبرت. ودي من الحاجات اللي انا بتبقى متضايق جدا. يعني انا على سبيل المثال قابلت حد امبارح صدفه بحته، هو يعني دي رساله من ربنا. قابلت حد امبارح، كنا مروحين مع بعض، كانت اول مره اقابله. الشخص ده خريج انفورميشن تكنولوجي وشغال سواق.
طب انا سالته طب انت ليه ما اشتغلتش حاجه في مجالك؟ قال لي اصل والله ما لقيتش. قلت له طب انت بقالك قد ايه متخرج؟ 8 سنين. 8 سنين ومن ساعه ما اتخرجت شغال سواق؟ قال لي اه. فانا كان الموضوع ده كان بالنسبه لي ضايقني جدا، ضايقني جدا. ليه انت حد اتعلم حاجه هي لغه عصر اصلا؟ الانفورميشن تكنولوجي او الكمبيوتر ساينس هي لغه العصر، هي الترند الاكبر. 90% من اكبر الشركات في العالم هم اصلا معتمدين على التك بشكل رئيسي. فيعني انا شايف لا، يعني انا شايف ان لازم الواحد طالما درس حاجه، طالما درس حاجه وهو بيحبها لازم ياخد فرصه انه يشتغل فيها، لكن ما يبقاش حد اتخرج وما اشتغلش فيها وما يعرفش حاجه. طيب نفترض على سبيل المثال، وده بيحصل كتير قوي في المجتمع بتاعنا، ان حد يخش كليه ما كانش حاببها، او ان هو يخش كليه ما كانتش التارجت بتاعه او ما كانش ده اللي هو بيحلم بيه. انا كده وقابلت ناس كتير كده، واكيد في مليون حد كده. طيب خلصت شهادتك، اتعلمت، خلصت واتخرجت، ولقيت نفسك مش عارف تروح فين، مش حابب المجال، او مش لاقي فرص. مش لاقي فرص هتدور، يبقى انت بتدور في المكان الغلط، يبقى انت محتاج تدور صح. او انت مش مؤهل فمحتاج تشتغل على نفسك شويه عشان تبقى مؤهل، ولكن هنفترض انك مش حابب المجال. طيب هنا انت محتاج تقعد مع نفسك، نفس السيشن بتاعت الكارير كوتش، تقعد مع كارير كوتش تعرف ايه الفاليوز بتاعتك، ايه المكان اللي انا اي ويل فيت ذا بيست ان، وتبتدي تدور تتعلمه ازاي. وفي نفس الوقت هتلاقي اوبورتيونيتيز ان انت تتعلم كانترنشيب او كحاجه من غير ما تاخد فلوس، تتعلم الاول، بعد كده تبدا تشتغل وتاخد مقابل مادي، وتامن حياتك بقى وحياه اسرتك بعد كده. ولكن انا مش لاقي نفسي، انا اتخرجت ومش عارف اروح فين، انا اتخرجت ومش لاقي شغل. يعني انا في مكان اقدر اقول دلوقتي ان الكلام ده طلع كله كده. متفق معاك جدا. طيب الفئة الأخيرة وهي ناس بدأوا ستارت اب وفشلوا وفقدوا الثقة في نفسهم، تنصحهم بإيه؟ ما يستسلمش، يحاول تاني، لان فعلا الموضوع ده بيحصل كتير، بيحصل كتير جدا. احنا وصلنا لمرحله ان 95% من الشركات او الستارت ابس بتقفل في اول 5 سنين. بتتكلم 95% من التجارب بتفشل. طب ده نتج عن ايه؟ نتج عن ان احنا مستعجلين جدا، نتج عن ان احنا كلنا عايزين يبقى عندنا شركه بكره الصبح ونسيب الوظيفه ويبقى عندنا بيزنس بتاعنا وناخد اجازات وقت ما احنا عايزين ونعمل الكلام ده كله. ما هي ده كلام مش هيحصل. برضه يعني فيها جزء كده ليه علاقه ان انت لازم تبقى مؤمن ان ربنا قدر ان الناس تشتغل في وظيفه معينه، لان مستحيل الناس كلها تبقى في حته واحده، مستحيل الناس كلها تبقى دكاتره. مش هنعيش، الناس هتموت كلها، هتنقرض، كلنا بنعالج، مين هيعيا؟ فاهم نفس الكونسيبت. لازم تبقى عارف ان في ناس ربنا قدر لها ده، وفي ناس على فكره انا بحترم الناس دي جدا لما الاقي حد بيشتغل في وظيفه ايفن حلوه او وحشه، حكومه او خاص، هو مبسوط كده، هو راضي بحياته كده، هو مش باصص ان هو يسيبها، هو تمام، انا بيجي لي دخل معين، مغطي تكاليفي بشكل كويس وعايش وراضي وبربي اولادي وبعلمهم وبادي رسالتي في الحياه، هو تمام كده. طيب لو انت بقى حاسس فيك حته الانتربرينور وان انت عايز تبتدي بيزنس وخلاص مسيطره على دماغك، وخلينا برضو ناخد حته برضو هنا اكتر، ان انت جربت وفشلت مره، اتعلم بقى. انت وقعت، اتعلم ان وقعت ليه، اتعلم انا هنا فشلت في ايه، هقعد بقى مع منتورز، هقعد مع كوتشز، انا والله غلطت هنا في ان انا مثلا ما كنتش عامل ماركت ريسيرش كويس، فمحتاج ان انا اقعد ادرس، طب الفكره دي اقدر اطلعها تاني، ولا هحتاج اني ادرس ماركت تاني واشوف فكره تانيه، او اخش ستارت اب تانيه اتعلم فيها ازاي اعمل ماركت ريسيرش وبعدين ابتدي بتاعتي. اندلس، هي اندلس لوب واندلس سايكل هتفضل شغال فيها الى ان تجد المكان اللي هو اتعمل عشانك انت كماستر بيس. في زي ما قلنا انت مش هيجي منك تاني، وهتعمل حاجه ما حدش هيعرف يعملها تاني. فبس دي نصيحتي بقى، انت تتعلم وربنا يوفقك ان شاء الله. لو ده فعلا از يور باشن ان انت تعمل البيزنس بتاعك، ان شاء الله هتوصل له في يوم من الايام. حلو جدا. طيب هل هيب ان لو انا شغال مطور اعمال، سيلز مانجر، ايا كان الجوب تايتل بتاعي ايه او وظيفتي ايه، وانا شاطر في شغلي، لكن جيت في تاسك معينه او في مهمه معينه انا ما كنتش عارف دي بتتعمل ازاي، فهل هيب هنا اللي انا اسال حد او اللي انا اخد الاستشاره من حد، خصوصا لو انا بزنس ديفلوبمنت او كبزنس ديفلوبر؟ انا كبزنس ديفلوبر بشتغل مع السيلز والماركتنج والاوبريشن والفاينانس، فممكن يكون في حاجات كتير ما عنديش علم بيها تمام، او مش مجمعها زي ما هم عارفين. هل ده انا كمطور اعمال هيبقى احراج عليا او هيخلي شكلي وحش بين زمايلي، اللي انا لما اروح اسال يا جماعه ممكن تفهموني الحته دي، انا عايز اعرف ده اكتر؟ رايك ايه يا سيف؟ طيب بالعكس، انا شايف العيب اني ما اسالش. العيب اني ما اسالش. ليه بقى؟ لان في انيمز كده لاي حد بيشتغل وعنده طموح، بالذات في انيمز كتير، اعداء نجاح كده. كان لسه حد النهارده مديني سيشن في الحته دي، فاسمحوا لي انقل الاكسبيرينس وادي كريدتس. يعني ترينر عندنا في الشركه اسمها رشا،
هي قالت الجمله دي وانا هوصلها على لسانها. يعني في انمز كده للنجاح، منهم الايجو بتاعك، ان انت يكون عندك ايجو، او ان انت عندك لا ده انا ما ينفعش اسال، ده انا اسال ايه شكلي هيبقى وحش، ده انا احسن حد في التيم ما اقدرش اسال. لا خالص، ده يوديك في 60 داهيه. طب تعمل ايه؟ عادي جدا اسال واعرف. بالعكس انت هنا بتزود الاكسبيرينس بتاعتك. انت كده بتقول لا عيب ان انا اتعلم، وعيب اتعلم دي هتوديك في 60 داهيه. في انميز تانية بقى طبعا اللي هو التسويف وحاجات تانية برضه مش المفروض نستسلم لها. يعني الموضوع المفروض يبقى بسيط جدا، بمنتاليتي ان عادي انا مش عارف حاجه هروح اسال وابقى اتعلمتها، وبعد كده انقلها كمان للي مش عارفها، ابقى انا اللي بسعى عشان اعلمها لحد بس. حلو جدا. هنعمل معاك الحلقه النهارده، بس محتاج اعرف منك كوت تشاركنا بيها انت تكون مؤمن بيها جدا. ممكن تقول لنا ايه الكوت اللي انت مؤمن بيها في حياتك؟ طيب واحده من اكتر الكوتس اللي اثرت فيا في حياتي كانت لخالد بشاره. خالد بشاره كان الله يرحمه. الله يرحمه. كان قال جمله كده في توك من التوكس بتاعته، يقول لك luck is what happens when preparation meets opportunity. مفيش حاجه اسمها حد محظوظ، في حاجه اسمها حد تعب وجهز واشتغل وسهر وذاكر وقابل ناس وعمل نتوركس وراح وجي وسعى زيك زي ما بتعمل كده يا راجل. فده لما يجي له اوبورتيونيتي ويستغلها ما نقدرش نقول ان ده محظوظ، بالعكس هو ده حد راجل اشتغل جامد جدا لحد لما جات له الاوبورتيونيتي مسك فيها بقى كلبش، ما سابهاش، مسك فيها جامد. لكن ما نقدرش نقول ده حد محظوظ، ده كل الفرص بتجيله، هو لو ما تعبش الفرص دي مش هتجيله اصلا. ف حط نفسك في المكان اللي حلمك يقدر يلاقيك فيه، وخليك دايما بريبير. شكرا جدا ليك يا سيف، انا استفدت جدا من الحلقه الخاصه النهارده، واتمنى ان يكون لحد من اعزائنا المستمعين اللي بيسمعونا انهم يكونوا استفادوا كمان ان شاء الله. خلصنا حلقه النهارده، ونشوفكم في حلقه جديده من بودكاست بزنس ديفلوبمنت فويس مع ضيف جديد في يوم جديد.